السلام عليكم. معكم عبد الرحمن إبراهيم. الفيديو اللي معانا النهاردة هيفيد كل شخص مهتم بالمنح والكورسات والبرامج والسيشنات والمسابقات والتدريبات والشغل، وكمان في شهادات معتمدة وموثوقة بعد كل كورس أو سيشن أو برنامج أو مسابقة أو تدريب أو شغل، وكل ده مجانا بدون أي مقابل، وكمان أونلاين ومن البيت. قبل ما نبدأ الفيديو، الناس اللي مش عارفين القناة دي بتقدم ايه، القناة دي بتقدم مجموعات على الواتس بتساعدك مجانا في الحصول على اي منحة او كورس او سيشن او برنامج او مسابقة وغيرها كتير جدا جدا، بالاضافة الى شهادات معتمدة وموثوقة بعد كل كورس او سيشن او برنامج او مسابقة او تدريب او كامب، زي ما حضراتكم عارفين كل الحاجات دي، علشان تقدر تعمل سي في قوي وتحصل على المنحة اللي انت عايزها او الشغل، او تعمل اللي انت عايزه. يعني هتقدر في الاخر تعمل سي في محترم تقدر تقدمه في اي فرصة انت رايحها. وفي فيديوهات كتيرة على القناة شرح مجموعات كتيرة جدا، لو مهتم هسيب لحضراتكم كل اللينكات في الوصف. وبرضه لو مهتم بالمنح والكورسات والبرامج والسيشنات والمسابقات وفرص تانية كتيرة جدا، اشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. المهم بالنسبة للمجموعة اللي معانا النهاردة اسمها Opportunity وتسنيم، واعتقد برضو باين من الاسم، يعني هتلاقي كل الفرص المتاحة داخل المجموعة مجانا بدون اي مقابل. قبل ما ابدأ شرح المجموعة، الاسطورة بتقول ان في سؤال بيدور في دماغ اغلب حضراتكم، وهو ازاي هيساعدونا مجانا وبكل الفرص دي. بص، اول حاجة بيساعدوك ازاي؟ بص، الاشخاص اللي ماسكين المجموعة دي او اي مجموعة عندهم علم كبير جدا بالمنح وطريقة التقديم على المنح، ومعرفة تريكات وتفاصيل القبول في اي منحة، وطبعا الكورسات والبرامج والسيشنات والمسابقات وكل الحاجات دي. فهم متطوعين لله انهم يساعدونا مجانا في تغيير حياتنا ومن البيت. ده بالنسبة لأول نقطة، هيساعدونا مجانا ازاي. اما بالنسبة لتاني نقطة معانا، وهم هيساعدونا بكل الفرص دي ازاي. بص، انا قلت لك قبل كده ان كل مجموعة فيها اشخاص مسؤولين عنها، فبالتالي الاشخاص اللي مسؤولين عن المجموعة دي بينظموا الفرص داخل المجموعة، بمعنى انهم بينزلوا منح مثلا كل يوم الصبح، ومثلا كورسات العصر، ومثلا تدريبات وكامبات الساعة 5 مثلا، وهكذا بقى. هم منظمين المجموعة وعاملين جدول بينزلوا بانتظام الفرص، وباقي الفرص بقى داخل المجموعة دي، فبيبقوا هم مسؤولين عن تنظيم كل الفرص داخل المجموعة علشان ما نتوهش ونتلخبط ونتشتت. ندخل بقى في المجموعة اللي معانا النهاردة اللي هي Opportunity وتسنيم. هيساعدونا في اي فرصة عايزينها ايا كانت هي ايه. وفي نصيحة مهمة جدا لكل شخص بيسمع الكلام من ودانه وبيخرجه من ودانه التانية. عايزك تفتكر ان الفرص اللي متاحة النهاردة ممكن بل اكيد مش هتبقى متاحة بكرة، فحاول تستغل اي فرصة تظهر قدامك عشان ما تجيش تندم في وقت مش هينفع فيه الندم بعد فوات الاوان. وثق وتأكد ان طالما ربنا سبحانه وتعالى اختارك انت وظهر لك اي فرصة ايا كانت هي ايه، يبقى لازم تكون واثق ومتأكد ان ربنا مش هيختار لك ومش هيرشدك لحاجة غلط. يبقى تعمل اللي عليك وتسعى وخلاص، وافتكر ان ربنا قالك وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وقال لك برضو أنا عند حسن ظن عبدي بي، فإن كان ظنه بي خير أخذه وإن كان ظنه بي شر أخذه. فاحسن الظن في الله واسعى واعمل اللي عليك عشان ما تجيش تندم وتقول يا ريتني كنت عملت بعد فوات الأوان. عايزك تحط الكلام ده كله في ورقة قدامك، وان ربنا اختارك انت برغم عن كل الناس وارشدك للحاجة دي ايا كانت هي ايه، وربنا يسرها لك عن كل اللي حواليك. وده معناه ان خير ليك، لان الرزاق والرشيد والكريم والمدبر مش هيرشدك لحاجة ما فيهاش خير ليك. فثق وتأكد انه خير. وما تنساش تكتب ورقة وتعلقها فوق مكتبك وتكتب فيها وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وتكتب برضو أنا عند حسن ظن عبدي بي، فإن كان ظنه بي خير أخذه وإن كان ظنه بي شر أخذه. فأحسنوا الظن بالله. وبرضو ما تنساش تكتب إن بعد العسر يسرا ثم إن بعد العسر يسرا. انا ليه بقول لك اكتب كل الكلام ده وعلقه؟ عشان تشوفه ليل ونهار، عشان تطمن ويرتاح قلبك وما تبقاش تعبان. اعمل بس انت اللي عليك واسعى وسيب كل النتيجة على ربنا.
معلش خرجت حضراتكم من مود الفيديو، بس كان لازم نفتكر الكلام ده وبالذات في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي. هسيب لحضراتكم كل اللينكات في الوصف، وبرضه لينكات الفيديوهات اللي قلت لحضراتكم عليها اللي هتخليكم تاخدوا كورسات يوديمي المدفوعة مجانا. هسيب لحضراتكم كل اللينكات في الوصف، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش من اللايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.